بسم الله. دلوقتي يا جماعة احنا هنعمل صينية جلاش باللحمة. فدلوقتي احنا بنعمل اللحمة المفرومة وهنحط عليها. حطيتي ايه الاول؟ اللحمه وايه؟ حطينا سمنة بلدي، ولو ما فيش سمنة بلدي عادي احنا ممكن نستخدم الزيت او الزبدة. يلا دلوقتي هنحط فلفل اخضر. ايوه اختياري. اه ماشي، ده اضافه من عندنا احنا. ايوه لو بتحبوا الشطة ممكن تحط شطة، صح؟ لا، شطه لا، ما تنفعش. هنحط ايه تاني؟ حط جزر. ماشي، شيل ايدك يا مريم. نسينا المكون الاساسي اللي هو ايه يا مريم؟ البصل. نسينا نحط المفروض البصل الاول وبعدين ايه الباقي؟ وبعدين هو الجزر. فلفل اسود، فلفل اخضر وجزر. ايوه، اجيبهم كلهم لحد ما اللحمه تسوي. تعتبر اللحمه استوت خلاص، صح؟ بس هنخليهم 8 دقايق 6 دقايق وهنحط البهارات. وبعدين نحط البهارات. البهارات ايه يا مريم؟ ده ايه؟ اسمه بهارات تركية. بهارات تركية. تحت كمون من عندك يا مريم. وكمون. هات يا مريم. يعني بسرعة بسرعة. وكمون. اوكي. ونحط قرفة. شوية القرفة ايه يا مريم؟ اختياري. ايوه، احنا بنحب طعم القرفة. احنا بنحب القرفة عشان بتدي طعم. ده شوية كزبرة يا مريم. كزبرة. افتحي. خلاص اهي. بص، حشوة الجلاش. دلوقتي كده جهزت اهي حشوة الجلاش. دلوقتي بصوا ان شاء الله شكلها حلو، يعني اكيد على الفطار هيكون طعمها خرافي. ماشي يا مرسنطوش. صورت الطبقة اللي فاتت وطلعت ما بصورش اساسا. حطيت طبقتين تاني وحطيت اهوت طبقة اللحمة اللي احنا عملناها بالفلفل الاخضر والجزر. بس انا كويس. هات يا منار طبقتين من روحي يا مريم، توكلي على الله. طبعا مريم عايزة تخرج مع صاحبتها وعاملة لي ازعاج، وانا اصلا بتمناها تروح مع صاحبتها عشان اخد اجازة من ازعاجها شوية. حط يا منار. دي لو مقطوعة عادي مفيش مشاكل خالص. يلا منور، استني ما احط الزبدة. هاتي منور يلا. لا، طبقتين بس. تمام، هاتي اخر طبقة يا منور. هنبدأ نقطعهم دلوقتي. مربعات يا جماعة كده، انتوا كلكم عارفين التقطيعة. وبعدين احط لها زبدة وادخلها الفرن. بعد 10 دقايق بطلعها، اسقيها بكوباية حليب وبيضة وملح وفلفل اسود وشوية بيكنج باودر. بيكنج باودر بيديله نفشة شوية، يديله هشاشة شوية. يلا بنسقي الوش. تمام، كله زبدة. زيت الأحرف.
هقول لكم حاجه للصح، معلش هي الكميه دسمه شويه بس عشان يطلع جميل، هيعجبكم ان شاء الله. يلا هدخله الفرن وبعدين اوريكم. دي بيض يا بنات، شويه ملح، شويه بيكنج باودر هضربهم كويس، رشه فلفل اسود اختياري، اللي مش عايز انا بحطها عشان زفاره البيض، اللي مش عايز يحط معلقه خل، كوبايه حليب، من الفرن يا جماعه. حط كوبايه الحليب والبيضه اللي قلت لكم عليها بعد 10 دقايق. ندخلهم الفرن تاني.